مشاهدينا كل الفنون إخوة، وكل فن يبعث نورا إلى الآخر. يكون الفن جميلا عندما تعمل معا اليد والرأس والقلب. أهلا بكل مشاهدينا وكل أصدقائنا في شباب فنان، وتعالوا بنا نلتقي مشاهدينا النهارده مع مجموعة من شبابنا، وأيضا لقائنا مع شاعرنا الأستاذ محمد درة. أهلا بك معانا أستاذ محمد، سعداء بوجودك معانا في شباب فنان. طبعا شاعرنا الأستاذ محمد الدرة غني عن التعريف، التقينا به مرات وسعد بنقد البناء كل شبابنا. أكيد أنا ليا الشرف إني أتواجد مع حضراتكم. أهلا بك. وشاعر فصحى وشاعر زجل ومؤلف درامي للعديد من الأعمال المتميزة، وكاتب قصصي أيضا، وهنتظره تحت الطبع إن شاء الله المجموعة القصصية نساء لا يعرفن الحب. أهلا بك معانا، وأهلا كمان بصديقنا محمد عبد الغني. محمد عبد الغني، أهلا محمد. تعرفنا بقى بنفسك أكتر، بتدرس إيه؟ بتكتب شعر من إمتى؟ بكالوريوس تجارة جامعة طنطا. أنا بكتب شعر أغنية وعامية، وبكتب قصة قصيرة. يعني بدأت تقريبا من حوالي 15 سنة من وأنا صغير خالص. أنت عندك كم سنة؟ كان يعني يمكن الأسرة، أستاذ محمد بيسأل سؤال فعلا عندي كم سنة. يمكن الأسرة لا كان لها عامل مؤثر جدا في إن أكون شاعر من وأنا صغير. الأستاذ عبد الغني مصطفى في البيت أحد كبار شعراء مصر، ووالدتي برضو أيضا بتكتب الشعر، وأخويا برضو بيكتب الشعر، وده اللي خلاني من وأنا صغير أكتب شعر. جميل، أهلا بك معانا. أهلا وسهلا. يعني لسه ما زلت في كلية التجارة، يعني إيه بكتب 15 سنة؟ كان بتكتب وأنت عندك 4 سنين؟ أنا بكتب لا أنا كبير شوية، أنا بكتب عندي 8 سنين تقريبا. 8 سنين. بالتوفيق. وده طبعا كل المقدمات دي بتخليني بقى ننتظر شعر متميز جدا. صحيح. أهلا بك معانا. نتعرف بقى على شعرك، اتفضل. أنا هقول حاجة عبارة عن أغنية بقول فيها: نفسي أديلك أمان من بعد ما قلبي حبك، واحضن فيك الحنان، بس أنت قسيت بقلبك، لكن وحياة دموعي والحسرة اللي في عينيا لحطف فيك شموعي من اللي أنت عملته فيا. مش خنتني وأنا كنت جنبك، كنت دايما أخاف عليك، مش سبتني بعد ابتسامتك واللي قلبي حبه فيك. بعد ما كنت في خيالي ترسم أحلام جميلة، تبقى حبيبي في حياتي زي حكاية وقديمة، واستنى زي امبارح نفس المكان في ميعاده، كان قلبي يفضل سارح صبح المكان لوداعه. مش خنتني وانا كنت جنبك، كنت دايما اخاف عليك، مش سبتني بعد ابتسامتك واللي قلبي يحبه فيك. رايك يا محمد؟ يعني نفسي ادي لك امان، ده من البداية، وفي النهاية هو بيقول مش خنتني. يعني ازاي هتدي امان للي انت نفسك بتعترف لانه خانك؟ لا مرجعية اخرى. يعني ده موضوع لا عودة فيه. ده الغريب يا أستاذ محمد. ده أنا بتكلم في منطقية فكرة القصيدة ككل، لأن هو يعني القصيدة الغنائية النهاردة وهي الأقرب إلى ساحة الشباب. إذا أيضا لم نقدمها بمنطقيتها المستمع إليها يستشعر بتناقضها. يعني أنا بتفق مع محمد في حاجة اسمها فلاش باك. يعني أنا قلت نفسي أدي لك أمان في الأول، وبعدين جبت الأسباب بعد كده. انت كاتب فيديو كليب انت مجهزها انها تتغنى ازاي؟ زي ما تقول حضرتك الاغنيه القصصيه او اللي هي بتحكي قصه من جواها يعني. بس برضو يعني ما هو عشان اللي انت بتقوله الفلاش باك مش موجود. بالعكس انا شايف ان انت ماشي مستطرد في الفكره اللي انت بتقدمها. الفلاش باك ده لم اجده خالص. يعني انت ما بتقولش كنت وتسترجع الامور وترجع تاني تقول مش هدي لك امان.
لا ده انت ماشي وماشي لغايه ما بتقول يعني القضيه فيها بعض الشيء محتاجه مراجعه. ده نمره واحد. انت متمكن في كتاباتك في شكلك العروضي، يعني الاسلوب اللي بتستخدمه والبحر، وده هنرجعه ايضا زي ما انت قلت بقى في البدايه في سيرتك الذاتيه كبدايه، وجودك في ظل أسرة بتكتب الشعر وتقرأ وإبداع وثقافة، بالتأكيد ده كله السبب في إنك تبدأ من الصغر. تجربة ثانية. الأغنية هتبقى بعنوان اعرف. أغنية؟ أنت بتكتب فصحى وعامية مش كده؟ لا قلت شعر عامي وأغنية وقصة قصيرة. طيب. اعرف يا حبيبي حد تاني واعشقه، اعرف كل كلمة بيقولها وصدقه، ما انت بعدت عني ووعدك خدته مني، لما سمعت اني بقول عنك كلام، ابعد عن حياتي مش قادر على الالام، قلبك من ليلادي ما بقاش يحن اوام، وازاي تصدقهم وعينيك تكذبهم، وسمعت كل كلمة وهو كله كان اوهام، اعرف يا حبيبي حد تاني واعشقه، اعرف كل كلمة بيقولها وصدقه، ده كل الناس قالولي عيونك دول خانوني، ولا مرة في يوم شاروني وعرفت مع الايام، عينيكي طلعت دموع اوهام، والحب اللي في قلبي كان حلم من الاحلام، سبت القلب اللي حبك لما لقيتك بتضحك على الحب اللي انت شفته من شوق جميل وغرام، اعرف يا حبيبي حد تاني واعشقه، اعرف كل كلمة بيقولها وصدقه. يعني واضح ان هو هنا في اولا في اللي كانت في القصيدة الغنائية الأولى دي، يعني ربما تكون تجربة أخرى، ربما تكون هي نفس التجربة وبيعبر عنها بشكل آخر. الموضوع اللي يهمنا في هذه القصيدة ان في شكل مغاير بقى لما قدمه في الأولى. هنا هو بشكل متحدي، طب اعرف غيري واتكلم مع غيري وشوف، وهل دي عملية مقارنة بشكل غير يعني نقدر نقول غير مباشر، لأن أنا الأقوى، أنا أفضل، يعني هو من خلال تصويره للآخر الذي بيدعوه لمعرفته هو من يؤطر لذاته ويجعلنا نرى صورة صاحب القصيدة وشعريته وقدراته في الحب. أيضا في الإطار الشاعري اللي بيقدمه لنا هي يعني في لابد من ملمح خصوصية الشاعر، ده اللي منتظرينه بقى. ده اللي منتظرينه في شاعرية شاعر زي محمد عبد الغني مصطفى ابن الأستاذ عبد الغني مصطفى شاعرنا الجميل، ان احنا منتظرين بقى الاكثر في الفترة. اعتقد بالاضافه لكلام حضرتك ان كل الاغاني اللي قلتها او الاغنيتين اللي قلتهم بيعبروا عن تجربه حقيقيه فعلا في حياتي الشخصيه، يعني مش بتبقى مش من خيال انت، مش ليس من خيالي الشخصي، يعني بتبقى عن تجربه حقيقيه. جدا بلقائك يا محمد، بشكرك جدا، اتمنى لك التوفيق ونجد الجديد منك دايما ان شاء الله. شكرا. هنرجع تاني مشاهدينا مع اصدقائنا في شباب فنان. كلام معسول وهود ما تصبرنيش بوعود، وكلام معسول وهود، انا يا مصبر زمان زمان على نار وعذاب، انا يا مصبر زمان زمان على نار وعذاب وهوان، وهي ظلمة ومش هتروح ولو النشور وحنيني إليك موجود، إنما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي. يلا يا شباب، يلا 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 نبدأني يا شباب، يلا يلا يلا
يلا يا شباب يلا 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 نغني يا شباب يلا 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 يا شباب يلا 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 نغني يا شباب يلا 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 يا شباب يلا يلا يلا